نعم ولا ستفسد. لما أنت أتيت بالغنة المرة الأولى الغنة كانت ناقصة لأنك كنت مضطرا وأردت يعني أن تغامر. لما رجعت للمرة الثانية فالغنة كان يعني منضبط، فالغنة كانت منضبطة. إذا حاولوا ألا تضايقوا على نفسكم. فهمتم؟ يمكن عند التمرن والتدرب ضايقوا حتى تستطيعوا يعني أن تجدوا نفسا طويلا في الآيات، يعني مراعاة للوقت. أما لما تقرأوا النفس حاول يعني تعرف كيف يمكن أن تقرأ كيف لأن كونك يعني تتكلف نفس قد يؤدي إلى إفساد الأداء. ما تأتي الغنة كاملا أو تأتي بحرف مزيد كذا أو محرم، كل هذه غير محمودة. نعم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. نعم الوقف هنا. تهتدون. سألتك لماذا تعمل؟ انتهى ليس انتهى الكلام أو الحكاية، نبدأ شيء آخر. نعم نعم يا سلمان لنا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا إنه هو التواب الرحيم. إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام
كلوا من ليس لا عند الكاف كلوا هكذا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الراء عندك إلى الآن الراء نعم. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها ألف أبو بكر واصل. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. نعم. الأخضر فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر قد علم كل أناس مشربهم. ابدأ الآية. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. طيب هنا لما ضرب الحجر استعصى هذا لا يخرج منه الماء هكذا، ولا لما ضربه فانفجر. الفاء ايه؟ للتحقيق والفوق. قلنا يمكن وقفنا حسن الحجر، لكن الأحسن تسله لأنه لما ضربه فانفجر.
لذلك هناك من يقول لا تقف قبل فاء السببية. فهمنا؟ لا تقف قبل فاء. كذا هناك من يقول هذا، لكن ليس على إطلاقه، لأن هناك يعني أواخر الآيات وهناك أماكن أيضا يمكن تقف قبل فاء بدون مشكلة، لكن الغالب هو يعني أن تصل فاء بما قبلها. نعم. الحجر فانفجرت فورا. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. الضاد رجع الضاد كما كان. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق الاستعلاء في الفاظ. أيوه. قلقلة مثبوتة، لكن بقي شوية الاستعلاء تفخيم. هكذا. ويقتلون النبيين بغير الحق. ويقتلون النبيين بغير الحق. شوية زيادة على الشيء. بغير الحق. نعم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هناك من يقسم القلقلة إلى صغرى وكبرى وأكبر. والأكبر هو مثل هذه إذا كانت في آخر الآية ومشددة، وخاصة حرف الطاء قويا. نعم. شكرا. نعم. يلا شوفي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا أفضل أن تبدأ من أأمن. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك العين شوية. ثم توليتم من بعد ذلك من بعد ذلك ولا تقطع النفس من بعد هذا، لكن أنت خليها تكون قصيرة، لكن كونك تقطعها لا تقول من بعد قطعت بعد ثم توليتم من بعد ذلك ولا تقول لي بعد من بعد ذلك. أيوة ترى buku. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. خذوا منه عليهم هذا الرجل. تعرف كلنا أنا أستمع إلى المبيلين غير المغضوب عليهم ليهم قل عليهم كتابوا إلي حتى يعلمكم كيف تنطق عليهم. فهمنا؟ يلا يا عمر صوت تامون وإذ قال موسى لقومه أيأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن من الجاهلين قالوا ادع لنا فصل بين العين ليس ادع لنا نعم ادع لنا قالوا ادع قل لنا قالوا ادع نعم قاف قاف والالف كلها قالوا ادع لنا قالوا ادع لنا نعم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون فافعلوا لا ففعلوا فهمنا فافعلوا ولا تقول ففعلوا فهمنا نعم فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا
رجع الفاء. بقرة في همس. أيوة. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. صفراء تقول صفراء يعني كان يقتل. وأنت يعني تجعلها مفتوحة. صفراء. قل صفراء. نعم. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قل بقرة. لا تفصل بين الصفة والموصول. أليس كذلك؟ صفراء صفة للبقرة. نعم. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. صنت. أنت ما عندك رياضة. يلا. أصبحت قالوا حسبك. أصبحتم كالرجل هذا ما عنده شيء إلا منكرات القرآن. رسولا بضم الزاي كما قلت لكم، رسلا كذلك بضم السين، وكفوا ايضا بضم الفاء بالنسبه لحفص دائما، ورسلا كذلك ايضا بضم الزاي. كلما تقرؤون هذه الكلمات في القران الكريم حاول تركز الحرف الثاني هذا على ضمه. كيف؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. تالي يلا احمد مؤمن بالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق. بلا حق. جئت بلا حق. قالوا الآن جئت بلا حق. قالوا الآن جئت بالحق. قالوا الآن جئت بالحق. قالوا الآن جئت بالحق. واحد سكن جيدا. بال أصله الحق
ما هو حرف الجر الذي يتعلق بالحق؟ قالوا الآن جئت بالحق. قالوا الآن جئت بالحق. لا تمسك اللام قوة حتى تتعب. بالحق بالحق هذا خطأ. لا نقول بالحق إنما نقول بالحق. قالوا الآن جئت بالحق. بالحق. قالوا الآن جئت بالحق. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. طيب التالي أحمد حسين وإذ قتلتم نفسا عفوا عيد الآية لأنه قطع نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك يا أستاذ لابد من الانتباه مع بداية الكلام. أعوذ بدلا من أعوذ. أنت تعرف تحذف. أعوذ بضم العين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفضل. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. طيب الآن السكنات هذه مهمة جدا في تلاواتنا. عندما نقرأ منه لا نقول منه ومثل ما كان الأخ الآن يذكر الألف لام بالحق. لا نقول بالحق نقول بالحق. منها منه الحمد جعلنا. لا نقول جعلنا. إنا لا نقول إنا أنزلنا أنزلنا منه منها عد الذي يجيء والتاني لفظي نعم خلاص. ثالث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق
يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا خلا بعضهم إلى بعض وإذا خلا بعضهم إلى بعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويل للذين يكتبون الكتاب لا وإدغام بإيه؟ لا وإدغام بستة أتت وإدغام في يرملون إذا الآن يا شيخ عندك هنا يا النون الساكنة ياء وقبلها فما الحكم؟ الإدغام بهن إذا أدغم من يفعل ذلك من يفعل الفاء من فما جزاء من يفعل ذلك منكم فما جزاء انظر جيدا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. أعيد يا شيخ. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. واصل. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. حسبك. كما قلنا لكم أن التفخيم هن مع حرف الاستعلاء شيء اختياري سواء إن أردت تفخم أو ترقق. بعد الشيخ مدينة محمد سعيد سوق. محمد سعيد سوق. تفضل يا شيخ. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وقفينا من بعده من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وآتينا عيسى ابن مريم الراء مفخم أو مرقق؟ مثلا الراء مفخم أو مرققة؟ الراء نعم. حكمه عيسى ابن مريم فخم. لماذا؟
أي راء جاء قبلها فتح يعني فتحة تفخم؟ حتى ما أعرف. حسب ما تعرف يعني سواء الراء عليها كسرة أو ضمة، المهم إذا جاء قبلها فتحة هي تفخم. إذا كان فتحة وما نريهم من آية راء مفخم أو مرقم. إذا لماذا نفخم الراء في هذا الموضوع شيخنا؟ ها؟ لا أنا أعرف فقط لماذا نفخم هذا نعم شيخ معروف. لأنها ساكنة. أيوة. مضمومة؟ ما قبلها مفهومة. إذا قلنا الراء دائما إذا كان يا عبد الله أستفيد غرفتك ترى. ها؟ خليك معنا. أفطرت؟ أخذت الفطور؟ نعم. جيدا؟ إذا يا إخوان قلنا الراء الساكنة دائما حكمها تتعلق بما قبلها، إذا كانت مفتوحة أو مضمومة فهي تفخم قولا واحدا، وإذا كانت قبلها كسرة فهي ترقق قولا واحدا. اقرأ عيد وقفينا وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم. موضع يا شيخ حتى أنت بنفسك قلت تفخيم. وقفينا بعيسى ابن مريم، جميع مريم ورد في القرآن. مريم ومصر هذه الأسماء كلها تفخم قولا واحدا، وكل ما ورد فرعون فيترقق. مريم. وآتينا عيسى ابن مريم بالبينات وأيدناه بروح القدس. وآتينا عيسى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم بالبينات وأيدناه. هات المصحف يا شيخ، هات المصحف. لا ها؟ لا الجوال صغير. ايوه هات المصحف يا شيخ، هات المصحف. وآتينا نعم وآتينا نعم وآتينا أو نجيب لك الأصغار شيخنا. وآتينا عيسى ابن مريم بالبينات عيسى ابن مريم سعيد عيسى ابن مريم. رجعت إلى البلد ودخله في كسوة كل يوم تأتي
سجني لو تجلس. هل إذا انتهى هذا السبب ماذا ستفعل بعد ذلك؟ تسيب بينتهى خلاص تجلس هكذا وهذه المعلومات إذا تنتهي. سيأتينا زمان في غينيا، سيأتينا زمان أقول لكم سيأتينا في غينيا زمان من ليس لديه القراءة في أصل الصغرى لا يدخل في هذه القرآن. هل تصدقون هذا؟ من ليس لديه أكثر من رواية أكثر من قراءة لا يدخل من هذه القرآن. سيأتينا هذا إن شاء الله قريب. عليكم أن تهرسوا. ولا يجوز لحامل القرآن ولو لم يفتح مركز للتحفيظ أو الحلقة للتحفيظ أن يكون يعني المعلومات السطحية في التجويد خافية عليه. معلومات يعرفها الطلاب في الابتدائية. الذي يدرس في دي زمني أو طوى زمني في فرنك عرب تسأله ويجيبك في الأهل. بينما شيخ كبير صاحب مركز لا تظنوا بأنني أن يقلل من شأنكم، والله ليس هذا. ليس تقليلا لشؤونكم أبدا. لكن نصيحة. كلنا نحتاج إلى الازدياد وإلى المساعدة. فإن هذا يقرأ جيدا وإذا سئلت عما قرأت منكم توضح قرأت هكذا لأنه هكذا والدليل هكذا العلم يؤخذ. العلم يؤخذ بالدليل. هذه العلم ورثها من أجدادنا وكتب لنا في الكتب لأن العرب الإسلام ليس لهم وحده والقرآن ليس للعرب فقط. وإن كان الإسلام للعرب فقط الآن في هذا الوقت لرأيتهم أنهم أحوج من يريد أن يطبق هذا العلم علميا لأنه اندرس عنده. والآن صار خافي. تجد إنسان أسود أفريقي مثل مالك يتفوق على سعودي أو يتفوق على مصر أو يتفوق على الكويت. لماذا؟ لأن العلم اندرس. أليس كذلك؟ لأنه في التعلم. المشايخ موجودون، دكتور موجود، شيخ صلاح الدين موجود، أقدم شيخ في غينيا في هذا المجال. تعالوا نأتي جميعا إليهم ونتكلم السبيل. فهمتوا؟ ولا نجلس هكذا. أعمل لنفسك ولو مرة في الأسبوع تلتقي بشيخ يلقنك تلقينا صحيحا وتقرأ إنه يسلم لك ويعطيك بعض الملاحظات وتختم كتابا يكون عنده. تأتي ويلقنك تفهم الأطفال هذه علميا وعمليا والجزريا والمنظومة المفيد. إما كتب وإن زائدة في هذا كثير لكن لا تجلس هكذا. نعم شيخ معاوية كنتم تجدون أن تتكلم عنه. يعني هذا القرآن أن تأخذ القرآن بدل من شيء وتقرأ عليه ويستمع ويصحح لك جميع القرآن. ثم تذهب إلى شيء آخر ويغيرك الجمع كثير مما قرأت عند الشيخ. أيوه ذلك مع السلف. هذا هو فائدة العلم وفائدة يعني كثير من المشايخ. أنا عندي قد يكون عندي معلومات وهذا أو كان يكون هذا عنده الشيخ هذا الشيخ معلومات أنا آتي وأقرأ عنده يؤتيني هذه المعلومات التي عنده وهذه الملاحظات التي عنده. لكن أذهب إلى الشيخ عبد الله وأرى مخالف يعني خلاف ما ويرى هو خلاف ما يرى هذا الشيء. هذا يوجد لكن في النهاية من الذي يستفيد؟ هو الذي يستفيد. عرفت علم هذا وعرفت علم هذا وعرفت علم هذا وعرفت علم هذا بينما هذا يعرف علم هذا فقط. متفوقا أن تحرر هذه الطرق وهذه الرعاة ما هي أقرب إلى الصواب وتأخذها. هكذا حتى في الفقه هكذا وفي الحديث هكذا. هذا الشيخ يرى أن هذا ليس ضعيفا وهذا الشيخ يقول لا أرى أن هذا جيد وهذا يرى أنه صحيح وهذا درس يعني إنهم يعني كلهم وين الذي سيستفيد؟ بقي لك أنت أن تحرر هذه تأتي وتقرأ هذا يشوف فمك ويشوف الأداء يقول أنا ما شاء الله الآن أداؤك جيد
فقط عندك نفس بكذا وكذا وكذا، وتأتي إلى هذا الشيخ ويقول لا أرى أن هذا خطأ ولا أرى أن هذه ملاحظة، عليك أن توازن هكذا. ولكن عندما يأتيك غير أن يقرأ عليك عندك علم هذا وعندك علم هذا، تعرف ماذا تضيف له وماذا لا تضيف له. الذي عنده شيخ واحد ليس بطالب. ابن الجزري كم شيخ له؟ ابن الجزري يبلغ إلى مئات. ما درس عليه في المغرب وفي المشرق كثير. في النهاية هذا الذي يحسن منه، هذا الذي يجعلك شيخا كبيرا. ارجع إلى باز يعني صفة الشيخ أيمن وتشوف مشايخه في القرآن فقط. مشايخه في القرآن فقط تجده من الكتب. هذا ليس عيبا ولا مانعا، يعني تعدد مشايخك طلبا للفائدة والاستفادة، وليس طلبا لتقديم فلان على فلان كما يفعل البعض. لأن البعض أيضا إذا ذهب إلى مانع ودرس وإن الشيخ ودرس يريد أن يعرف مانع